يا صباح الفل. انا مريت. النهارده هنعمل مع بعض حواوشي اسكندراني. هنعمل العجينه في البيت سهله جدا وبسيطه، ومن نص كيلو لحمه مفرومه هنعمل 14 رغيف، وكلهم زي ما انتم شايفين رغيف حلو اهوت ومليان. وادي الرغيف اهوت. ولو انت اول مره تشوفوني فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ودي اول رغيف معايا اهو. بصوا، عايزه اقول لكم ان هو طري وتحفه. بصوا لسه مولع شويه اهوت، وندوقه. لذيذ قوي، مش عشان انا اللي عاملاه يعني، بس هو كمان حلوة قوي 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 يعني. كتير قوي. ماشي. معايا كيلو من الدقيق، ده دقيق عادي لكل الاغراض. ومعايا باكو من الخميره الفوريه، ده كده باكو من الخميره الفوريه. وربع معلقه صغيره من الملح، ومعلقه كبيره من السكر. هقلب كل ده مع بعض. دلوقتي هحط كوبايه من الميه. طبعا تقدروا تستعملوا ايديكم عادي ومش شرط العجان خالص. الميه هضيفها بالتدريج علشان خاطر حسب بيكون نوع الدقيق لحد ما العجينه تلم معايا. الخطوه دي هضيف نص كوبايه ميه كمان، وهضيف كمان ربع كوبايه من الزيت. وكمان نص كوبايه ميه. هضيف نص كوبايه كمان من الميه. دلوقتي انا طلعتها من العجان وهبتدي ان انا اعجنها كمان عجنه على ايدي، عشان العجان العجني يعني لما بحط فيه كيلو دقيق مش بحسه مديني نتيجه المرضيه زي ما بحط فيه كميه اقل. وبرده لو انا بعجنها دلوقتي حسيتها قاسيه هزود عليها كمان شويه ميه صغيرين. في اخر مرحله من العجن بضيف حوالي 3 او 4 معالق زيت كبار، وابتدي ان انا اعجن بقى والم العجينه تاني. اول ما تضيفوا الزيت طبيعي هتلاقوا العجينه فيها شويه تقطيع عادي، تستمروا في العجن وهترجع تلم معاكم تاني. العجينه بقت كده طريه ولينه، ويعني فيها تلزيقه بسيطه قوي. هوريكم عن قرب يعني شكلها عامل ازاي. ده كده شكل العجينه اهو، زي ما انتم شايفين. بصوا طريه خالص، تمام، وفيها تلزيقه يعني بسيطه قوي. يعني التلزيقه دي حاجه بسيطه كده. هسيبها طبعا تخمر. دلوقتي احنا الجو بدأ يبقى بارد، فانا هسيبها تخمر حوالي ساعتين كده. هجيب الطبق، احط فيه شويه زيت، واحط العجينه، وبرده هدهن سطح العجينه بالزيت. وبكده بقت جاهزه معايا. دلوقتي معايا بصلتين متوسطتين الحجم كده، ومعايا دي حزمه من البقدونس وحزمه من الكزبره. معايا طبعا نص كيلو، ده نص كيلو من اللحمه المفرومه. يفضل يكون فيها دهنه، لو مفيش مشكله، ولو في دهنه عندكم انتوا شايلينها فممكن تبشروها عليها. بالنسبه بقى للبهارات فانا معايا دي معلقه كبيره من بهارات الحواوشي الجاهزه، ومعايا معلقه صغيره من الملح عشان هي بيكون فيها ملح، وبابريكا، رشه قرفه، وفلفل اسمر، ومعايا كمان رشه من الكزبره. دول كلهم كده، ورشه من جوز الطيب.
هعجن طبعا كل المكونات دي مع بعض. ونعجن ممكن ندوق بطرف السمنة كده ونتأكد ان الملح مظبوط. كده انا عجنتها كويس. هبتدي بقى ان انا اكورها على بال برضو ما العجينة تخمر واكسب وقت. هبتدي ان انا اعمل الكور اللحمة كور، يعني هخليه بالشكل ده كده. ودي شكلها، بص عامله ازاي، زي القمر. زي سلايد. بقى نبتدي نقسمها كور. انا مش هخلي رغيف العيش كبير قوي، هيبقى بالشكل ده. هبلي ايدي بشويه زيت عشان ده هيخلي فرد اللحمه هيكون اسهل. هبتدي ان انا اوزعه بالشكل ده. العجينه دي انا غطيها، وهجيب الطرف ده على الطرف ده كده. ابتدي ان انا اقفل التقفيله من على الجنب بالشكل ده، شبه الضفيره كده. هتبقى بالشكل ده كده. هحطها على صينيه مدهونه بالزيت. هرش دي بس مرشش كتير عشان وانا بقفل العجينه تتقفل كويس معايا، ميكونش دقيق كتير عليها. هفتحها بس كده بطريقه عشوائيه، وبعد كده هدهن الوش بقى بالزيت. هيبقى بالشكل دوت. التسوية بقى انا هحطها في فرن هيكون سخن قبلها على درجة حرارة عالية شوية، وهحطها على الشبكة. وفي الاخر لما الاقيها اخدت لون من الجناب ومن تحت ممكن اطفي واولع المروحة او الشواية تاخد لون من فوق. وده شكل الصينيه بعد ما طلعت من الفرن اهو. ولسه في كمان صينيتين تانيين. شايفين طريه. اول ما نطلع الصواني من الفرن هتبقى سخنه طبعا، هنغطيها بفوطه ونسيبها شويه حلوين لحد ما العيش بتاعي كمان يبقى طري كده خالص. الرغيف كمان اهو، ده الظهر، ادي الوش بتاعه، وكلهم زي ما انتم شايفين رغيف حلو اهوت ومليان. وادي الرغيف اهوت. ولو انت اول مره تشوفوني فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ادي اول رغيف معايا اهو. بصوا، عايزه اقول لكم ان هو طري وتحفه. بصوا لسه مولع شويه اهوت. وندوق بقى. لذيذ قوي، مش عشان انا اللي عاملاه يعني، بس هو كمان حلوة قوي 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 يعني. كتير قوي.